السلام عليكم، ازيكم؟ النهارده هنريفيو عن زبدة فول سوداني بينات باتر يعني من ابو عوف بناء عن طلبكم. ماشي، جالي اسئله ابو عوف زبدة فول سوداني حلوه ولا ايه؟ أو بالنسبه بس قبل اي حاجه، انا مش عارفه ليه الناس بتقول ان ابو عوف مقاطعه. ده مبدئيا حد يكتب لي تحت ليه مقاطعه، ماشي؟ عشان انا بس مش فاهمه المعلومه يعني، عشان انا بجيب منه بصراحه حاجات كتير يعني توابل وحاجاته، مش فاهمه ليه مقاطعه يعني. ما علينا، نرجع بقى لزبدة الفول السوداني. طيب انا جبتها زي ما انتوا طلبتوا، قلت اجربها. زي ما انتم شايفين هي كبيره، حجمها كبير، حجمها اكبر من حجم هيرو. احنا النهارده هنعمل ريفيو وهنعمل مقارنه بين الاتنين، بين هيرو وبين ابو عوف. خلاص. طيب اول حاجه في المقارنه هنشوف السعر ايه. هنا دي كانت 80، بتتراوح بين اماكن هتلاقوها بداية من 80 لحد 85 او 86. هتلاقوا ناس بتباعها كل حد يعني فرق جنيه 2 جنيه بين كل مكان يعني، بس ده سعرها كده. ابو عوف بقى لا، فئة تانية خالص. ابو عوف بمعدية 100. انا المرة دي جبتها ب 96. ايوه ب 96، لان السوبر ماركت كان عامل عليها عرض فكانت ب 93، بس هي سعرها الاساسي كان 126. ده سعرها الاساسي، ففي فرق في السعر يعني، في فرق في السعر. طيب بالنسبه بقى للكواليتي، طبعا الكواليتي الاتنين تحفه، مفيش فيهم اي مشكله. انا هيرو بحبها جدا جدا جدا. بصوا مخلصين البطرمان، بحبها جدا بصراحه. تمام، بس في فرق بينهم ايه؟ بصوا بصراحه ابو عوف بصوا كريمي قوي، بصوا زي ما انتم شايفين، سهله جدا في الفرد على الساندوتشات. ماشي، ناكل دي بقى. بصوا بقى هيرو برضو سهل عادي طريه، بس بصوا في فرق. بصوا فرق اللون اصلا، بصوا اللون ده من اللون ده. بصوا دي فاتحه شويه، هيرو دي فاتحه شويه. بصوا ابو عوف غامقه شويه. فايه الفرق بقى تاني؟ الطعم. ايه الفرق؟ الطعم يا جماعه ان هيرو متضاف لها عسل. هيرو متضاف لها عسل مبدئيا يعني، عشان تبقوا بس عارفين. تمام. ابو عوف مش متضاف لها حاجه خالص، ولا عسل ولا اي حاجه. هما كاتبين عليها 100% طبيعيه، فعلا 100% طبيعيه. انتوا بتاكلوا من ابو عوف تحسوا ان انتوا فعلا بتاكلوا فول سوداني ما عليهوش ولا اي اضافه. انما هيرو زي ما قلت لكم مسكره سنه بسيطه، مش وحشه، بس هي مسكره سنه بسيطه. فاللي عايزها طبيعيه 100% هيروح لابو عوف. طيب بالنسبه لي انا بقى، عشان ما تتوهوش مني، بصوا انا بالنسبه للسعر والكواليتي والطعم هيرو تكسب، عشان هحط السعر معاها. تمام. ابو عوف بالنسبه ان هي 100% طبيعيه ومفيش فيها اي مشاكل، الناس اللي هي بتتبع نظام غذائي وعايزه حاجه هيلثي خالص مفيش فيها اي اضافه، فنروح لمين؟ لابو عوف. بس ساعتها السعر هيبقى اغلى شويه. بس فانتوا بقى جبت لكم اهو الاثنين، وبالنسبه لنا دول احسن منتجين في مصر يعني، دول احسن 2 زبدة فول سوداني. انا جربت كتير زي ما قلت لكم. هيرو كانت عندي بالنسبه لي رقم 1، بس جه ابو عوف بصراحه حلوه برضو جدا، بس بالنسبه لنا هفكر شويه في السعر، بما ان انا عندي هيرو طعمها حلو وجميله ونكهتها كويسه جدا، وفيها سنه بسيطه جدا من العسل مخليه طعمها عامل تويست مع الفول السوداني، فبالنسبه لي حلو مش مضايقني في حاجه. عارفين ان انا اصلا مش بحب السكر كتير، فهي مفيش اي حاجه، هي بس طعمها مظبوط. هنا اللي تحسوا ان انتوا فعلا انا باكل سوداني بس في بقي يعني. بس فده كل الفرق. يا رب النهارده اكون وصلت لكم المعلومه عن ابو عوف والمقارنه اللي عملناها مع هيرو. بس اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي. باي باي.